السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بديار خير وتعرفوا تشوفوا هالفيديو لليوم. فيديو اليوم الجانب الشرق من تيكتوكات مصر، بتشوفوا الجانب المظلم بعلامة الاي اللي هون، فما راح اطول عليكم. لايك وشير وتضغطوا زر السبسكرايب وفعلوا زر الجرس وكتبوا لي بالتعليقات آرائكم ايش بدكم اسوي لكم بالفيديوهات الجاي، ويلا مع الفيديو. واول واحد عنا سيف زهران. ماشي انا هطلع البيت. سيبني. ايه؟ كله الا الخيانه. خيانتي وانا خنتك؟ وانا لسه هستناك اما تخوني؟ فاكر البنت بتاعت الاسبوع اللي جاي؟ مين البنت بتاعت الاسبوع اللي جاي؟ اللي انت هتقابلها في عيد ميلاد ميسون صاحبتي. انا ما اعرفش مين ميسون صاحبتها. وانا لسه هستناك اما تعرفها. وبعدين تعالى لي بقى هنا، انت هتطلع طبعا تقول لي انا نايم وهعمل نفسي نايم، وتفتح في الاخر تندر وتعرف لي بقى سامح كازاخستان وهنا باكستان والاشكال اللي انت بتعرفها. انا ما عنديش تندر. هو انا لسه هستناك اما تنزله؟ وبعدين لحظه واحده بقى، هو انت البيت اللي انت عمال تطلع وتنزل منه ده بيتك اصلا ولا ده ايه؟ عشان انا محتاجه انزل بقى اشوف الموضوع ده بنفسي. تطلعي فين؟ دي امي فوق. امك دي عمرها ما نزلت لي من زور. هو انا عرفتك على امي قبل كده؟ هو انا لسه هستناك اما تعرف لي. هو في ايه؟ في ايه النكد ده؟ انا تعبت. بص انا عارفه ان انا اليومين دول عامله كده وبحاول اتغير، خلاص انا هحاول اتغير على قد ما اقدر، بس خلاص هم صريخ نكد، اسبوع نكد عليا. طب خلاص انا بحبك وهستحملك، بس بجد توعديني ان انت هتتغيري؟ والله العظيم هحاول اتغير. هو انا هستناك لما تتغيري؟ اجمد كده ولا لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده. ها والله العظيم بدي اياه، والله العظيم. يعني شفتوا بركان نكد عليه الحلال، الفيديو حلو حبيته، يعني ما شاء الله عليه. يعني هو زلمه افكاره غريبه يعني جديده، يعني ما في منه، مو مثل هدول هلا اللي طالعين كلهم امك حطت لك خصم بالعصير وامك مدري ايش عملت، عرفت علي؟ اوكي. مش معنى ان انا قريب لحد فيكم ان انا هطبل، انا جاي هنا عشان اشهد بالحق والمبادئ ما بتتجزأش. ايه اللي حصل؟ حلو قوي. اول حاجه هو شايف ان انا ما بسمعوش وما اديلوش فرصه يتكلم. تمام، يعني هو دلوقتي اكيد الفكره في ان انا مش بسمعوش ولا بديلوش يعني فرصه يتكلم. الفكره هو بيقول ايه وعندنا يعني هو دلوقتي مع بعض ولا لا؟ يعني هو لو اكيد بديله فرصه يتكلم ولا ما ايه؟ تدي فرص اهي. تدي فرص ايه؟ مش عارفين على فكره انت طول عمرك بتسمعني. انت بتقاطعها، انت غلطان، المبادئ ما بتتجزأش. وبعدين قال ايه؟ شايف ان انا بتعصب؟ لا. انا بتعصب؟ لا قالت ايه صوتها جاب؟ لا لو هتزعق في ودني انا ممكن امشي. على فكره انا هنا جاي عشان احل المشاكل. انت غلطان، المبادئ ما بتتجزأش. وبعدين شايف ان انا ما بحترموش. ما تحترمنيش وانت عشان مهزأ. تحترمك انا. هو انت مش تنزل مع صاحبك اللي انت جاي معاه؟ ما انا قلت بقى اقعد انا وانت نجزأ المبادئ وكده. ما ينفعش. يا زلمه ذكرت لك المره كلها بتحكي هيك، بتقول لك حمود ربك انا قال لي يتم بياكل ما يتبيه، يعني شايفين في وشكم. ما اعطيته فرصه يحكي، طول ما اعطيته فرصه. لا انتوا شوفوا لي وجه هذا الزلمه اللي بهدلوه، والله الله لا يحطنا محله الهي. اوه ماي جاد واو. اوعي تفكر ان عكستك تبقى حلوه، لا ده المثل قال عكس الوحشه وراضيها تكسب ثواب فيها. يعني مفهوم انه يعني عم بتلطشك كمان، عم تكسر خاطرها، الله لا يعطيك العافيه. ايش بخ خاي؟ يعني بابا والله ما فهمت عليه. قال شو؟ لا الحلوه لا البشعه وراضيها بتكسب ثواب فيها. والله كويسه، هي اول مره بتعدي علي صراحه. انا بهي بشهد لك، هي اول مره. 2000 years later. الجو ساعة أو والواحد بيغسل وشه بالعافية، ربنا يعين أبو وشين. حبيبي محارم معطره بحياتك. طب المقلي هذا بس لابو تشين، يعني محارم معطره. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شوفوا لي هالاسطوريه هي، تخيل اسطوريه هي عليه الحلال. بحسها يعني اليوم بكره مسوي حزب اسمه حزب دلل الراجل، يعني دلل الرجال، يعني مرة مش طبيعيه، مش طبيعيه خالص. انت متجوزه يا بختي. حافظه عليه، اوعي حافظه عليه. تلاجتك مستوره كله تمام. حطيه في عينيك، قومي بوسيه، قومي قولي له يا حبيب قلبي ما تزعلش مني لو زعلتيه. قولي له انت حبيبي ودخلتك علينا بالدنيا، ربنا يخليك لينا يا ابو العيال، ما نتحرمش منك ابدا. ده دخلتك علينا دي بالدنيا وما فيها. حطي روج احمر كده ودلعيه وروشي عليه، غيرك مش لاقي.
لك الله يكتر من امثالك، ان شاء الله بلاقي منك بكل حاره بكل بيت. ما شاء الله عليك، كتر من امثالك الهي ربي، ما شاء الله عليك. يعني عن جد عن جد النسوان اللي مثلك كثير صاروا قليل، كثير كثير. دللي وقولي يا اخويا ومبوسيه ومن الحكي. وين ما حدا، ما في هلا هي عادات اهل اولي. هلا بطلت ما في، هلا جاي حمال طلع زبال بس ما عندك شيء. واخر شيء طلعنا هي، يعني اذا اسماء اتت بعد كل هالتعفيش والنشل والهي راحت بركه نهار يا خرا شنو هذا؟ وهلا جيتكم مع اسطورة المحتوى العربي. انا بالنسبة الي هذا الشخص، يعني هذا اذا انا احطه بالمحتوى المشرق لازم احطه بالمحتوى العربي المشرق، اذا ما هو العالمي. يعني صلاة على النبي شارع العلوم ختمه. ده اللي بيحصل لما بحلل بيروكسيد حجمه 1 لتر بس. طب يا ترى ايه اللي هيحصل لو عملت نفس التجربه دي على حمام سباحه حجمه 80,000 لتر؟ هنجرب الاول على 50 لتر بتركيز عالي من البيروكسيد والكي اي، وده 100 لتر بس بتركيز اقل. كي اي ماشي، اعلى تركيز ليه 3 2. ما اعتقدش ان احنا عايزين نفس الشكل ده في حمام السباحه. ده 100 لتر، ده 80,000 لتر. خلينا نشوف اللي هيحصل في ال 100 لتر. جاهز؟ 3 2 1. يا رب توكلنا على الله يا شباب، يلا نعملها. حط صابون يلا. تنط اهم من اي حاجه. جاهزين؟ 3 2 1. الثلاثة وبعدين الله الله على الجمال. والأول مرة يا جماعة في الشرق الأوسط 80,000 لتر فوم من الهيدروجين بيروكسيد من معجون سنان الفيل، واللي يعرف يعمل تجارب زينا نقول له يا عمنا يلا اوه والله بصراحة تجربة، يعني تجربة خرافية يعني. بس حرام ظلمتها وانت حطيتها مش كان اسمه حمام سباحة، ظلمتها. لازم هيك مساوي برميل ومساوي فوق هيك لفوق مشان تعطي قوة دفع لفوق تطلع أحلى. ويلا لو كنت الفيديو لليوم راح so please سركب whatever. هون كنت الفيديو لليوم. لا تنسوني من دعمكم، لايك شير، تضغطوا زر اللايك وفعلوا زر الجرس. كتبوا لي بتعليقاتكم بالفيديوهات الجاي، كتبوا لي آراءكم عن الفيديوهات، واذا عنكم فيديوهات حابين تطلع بشيروا لي اياها. بيس.